ويقول لك الدنيا دي مش على كيف حد. طب ما طبعا الدنيا عمرها ما هتبقى على كيف حد. يقول لك واحدة ست ربنا حارمها من الخلفة، سمعت ان جارتها ولدت فراحت تزورها وتبارك لها، فشافت الطفل وبدأت بقى تتخيل يعني ان هي الام وان ده ابنها، وتقول في نفسها يا ريت ربنا يخلف عليا ويديني ويفرحني. في نفس اللحظة امها تتصل عليها وتسألها اخبارك ايه وعاملة ايه وبتاع، فالبنت تقول لها الحمد لله يا ماما احنا بخير. فالام تقول لها الحمد لله ان انتوا بخير، ابوكي بيقول لك اعملي حسابك هنيجي نتغدى عندكم بكرة. فالبنت تبتسم وتمسح دموعها كده وهي بتقول الحمد لله على كل شيء. في نفس الوقت بقى جارتها اللي هي ام الطفل سمعت مكالمة صاحبتها، فافتكرت امها وابوها الله يرحمهم، وكانت تتمنى بس لو يكونوا موجودين ويشيلوا ابنها ويفرحوا بيه. لكن في النهاية قعدت تبص برضه في وش ابنها وتقول الحمد لله على كل شيء. كونوا على يقين ان كل شخص واخد حقه في الدنيا دي تالت ومتالت، او بالبلدي كده يعني زي ما بيقولوا 24 قيراط. احمدوا ربنا يا جماعة، احمدوا ربنا على اللي انتوا فيه عشان يزيدكم من نعمه، عشان هو سبحانه وتعالى ما بينساش حد وليه حكمة في كل حاجة بتحصل لنا. واوعوا تبصوا في حياة حد تاني، يمكن انتوا شايفين الحد ده ان ربنا مثلا يعني مديله كل حاجة، لكن والله يعني انتوا ما تعرفوش ربنا واخد منه ايه. مفيش حد كامل اطلاقا او حتى مستحوذ على كل النعم.